السلام عليكم، ازيكم؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض بقى وصفة لحمة بصوص الديمي كلاس او الصوص البراون صوص يعني. طريقة بقى ايه حلوة قوي. تحسوا ان هي كده صعبة مع ان هي سهلة جدا جدا، وهتخلي معاكم الوصفة مختلفة عن اي مرة عملتوا فيها كباب حلة او لحمة بصوص او الكلام ده كله. اول حاجه اسخن حله حلوه قوي واحط فيها سمنه وهنزل بمكعبات اللحمه. هنا البخار طلع عشان اللحمه كانت مجمده شويه. ف سيبوها تفك انتوا ماشي، ما تعملوش زي يعني، او لو يعني عادي مش فارقه كتير يعني، بس اهم حاجه تكون الحله سخنه يعني. ننزل بمكعبات اللحمه وهنزل عليها فلفل اسود بس، مش هحط اي توابل تانية دلوقتي. وهفضل اقلب واشوح في اللحمه. في هذا التوقيت هنقطع 3 بصلات، انتوا شايفينهم بصلتين بس انا رجعت زودت بصله كمان. زودوا بصل، انتوا عارفين ايه اللحمه يعني بتحب البصل وكده، او كباب الحله كمان بيحب البصل. هي دي مش وصفه كباب حله قوي يعني، هي ايه، ممكن تكون الطريقه زيها بس هي مش كده يعني. زودت البصله التالتة وحطيت ميه، هزود بقى ميه، هنفضل نزود ميه شويه بشويه كاننا بنسوي بالظبط لحمه مكعبات يعني، شويه بشويه صغيرين. تتشرب الميه نزود ميه وهكذا لحد لما تدخل في السوا. هنا كانت خلاص دخلت في السوا خالص، هكون انا مقطعه مكعبات بطاطس، مش عايزين تحطوا بطاطس انتوا حرين، بس البطاطس هتخلي طعمها كان تحفه البطاطس معاها. انا عشان عندي ساعات العيال ما بياكلوش اللحمه وساعات بياكلوها وهم مزاجهم، فانا يعني عشان اضمن ان هم هياكلوا اي حاجه فبحط بطاطس، ده السبب يعني. بس بصراحه البطاطس كان طعمها حلو قوي 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 كمان. وعشان تبقوا يعني عملتوا يعني فاهميني الغدا كله، بدل ما تعملوا صنف خضار بعيد بره جنب الاكل، فلا يعني هو كله مع بعض. هنا حطيت البطاطس وهسيبها ان هي تستوي، وهبتدي احضر الصوص بقى بتاع الديميجلاس. كسراتي التعبانه هحط فيها الكيس ده، هياخد ربع لتر من الميه. بصوا، هقولكوا بس على حاجه الاول، كان كتير قوي على الكميه دي يعني، لو انتوا هتعملوا الكميه دي قللوا حطوا نص الكيس بس. بس اقول على ايه المعلومه دي في الاول، لان انا مش هستخدمه كله اصلا. هحط الميه وهفضي محتويات الكيس جوه الميه على البارد، انا ما رفعتش على البوتاجاز خالص. وهبتدي اقلب كويس قوي يعني ايه البودره دي مع الميه كويس قوي عشان تختلط. هنا بقى رفعتها على النار وهفضل برضو اقلب. بعدين هنزود سمنه او مكعبين كده من الزبده اللي انتوا عايزينه حطوه. انا ما كانش عندي زبده، حطيت معلقه من السمنه العاديه كمان، مش سمنه بلدي ولا حاجه. تمام. تمام، هنا الصوص كان هيبتدي ان هو يغلي، هنزل بقى بمعلقه السمنه دي وبتبتدي ان هي تسيح، وهفضل اقلب. هتلاقوا الصوص في ثانيه تقل وبقى شكله عامل كده. كده خلاص انا خدته وابتديت ان انا اضيفه على حله اللحمه. لقيت ان هو كتير قوي فما ضفتوش كله، سبت منه حبه، ركنتهم والله في التلاجة، مش عارفه هعمل بيهم ايه يعني. و بس هقلب واشوف الدنيا عامله ازاي. وفي التوقيت ده هبتدي ان انا احط بقى الملح، لان انا كل ده ما حطيتش ملح. هحط الملح وبس، يبقى احنا استخدمنا توابل ايه، ملح وفلفل اسود فقط، ما حطيناش اي توابل تانية علشان طعم الصوص يكون ظاهر. تمام تمام، لو سمعين اي صوت معلش. بس هقلب بقى كده واسيبهم مع بعض 3 دقايق دقيقتين يعني ايه، الصوص كده يغلي مع اللحمه والبطاطس علشان يعني يندمجوا كده مع بعضهم البعض وبس. وقدموا الاكله جنبها شويه رز، وبالهنا والشفا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.